مرض الإدمان. يعني إيه إدمان؟ الإدمان هو مرض الاعتمادية على المواد المخدرة أو المواد اللي بتغير الحالة المزاجية، والمزاجية هنا بتكون عقلية أو نفسية أو جسدية. أول حاجة خلونا النهاردة نتكلم عن الاعتمادية العقلية. كلنا كبشر لنا نمط حياة خاص بينا. مع تكرار الفعل اليومي لسنوات بتتكون عندنا روابط شرطية في المخ اللي بتربط بين الفعل وحدوثه وأنشطة حياتنا اليومية العادية. وبنظرة بسيطة بنلاقي إن في ناس ليها طقوسها الخاصة. أول لما يصحوا من النوم، سواء في الفطار أو اللبس أو فنجان القهوة أو في الصلاة وغيرها من الطقوس اللي بتكون مشتركة بيننا كلنا، لكن كل واحد فينا ليه طريقته الخاصة في تنفيذها. ومع تكرار النمط ده لسنوات تتكون روابط شرطية في المخ تعزز السلوك ده. ولو جينا في يوم وغيرنا النمط اللي اتعودنا عليه يجي لنا إحساس بعدم الراحة نتيجة إن في شيء اختلف في طقوس حياتنا اليومية. تعالوا نتكلم عن الروابط الشرطية الخاصة بالإدمان. بتتكون روابط شرطية في المخ بتربط بين الأنشطة اللي بيمارسها المدمن في حياته من أول ما يصحى لحد ما بينام بالمخدرات، لأنه بيمارس كل أنشطة حياته تحت تأثير المخدر أو المواد اللي بتغير حالته المزاجية. ومع التكرار بتتكون الروابط الشرطية في المخ بحيث تخلي المدمن ما يقدرش يمارس نشاط حياته العادي من غير ما يتعاطى المخدر، وبتخليه يحس إنه لو ما تعاطاش المخدر مش هيقدر يمارس حياته بشكل كويس. وبتكون المخدرات في اللحظة دي جزء لا يتجزأ من شخصيته. ومع زيادة ارتباط المدمن بالمخدر بتبدأ الأفكار المسيطرة عليه والرغبات الملحة في الازدياد، واللي بتخليه دايما بيسعى لتحقيق رغباته بشكل ملح. وده بيظهر بوضوح في تطور حالته مع التعاطي. من أول ما بيتعرف على المخدر وبيبدأ يتعاطى جرعة واحدة منه كل يوم بالليل لحد ما الجرعة دي بتبدأ تزيد تدريجيا، وبتكون أول جرعة بياخدها أول ما يصحى من النوم. ومن هنا بيبدأ المدمن يفقد مهارات التكيف العقلي مع الواقع تماما، وبتبقى عملية الإدراك والوعي عنده مشوشة بالكلية، وبيعتمد على المخدر في عملية الاتزان العقلي. حتى إن بعض المدمنين بيعتقدوا بأنهم ما يقدروش لا يتكلموا ولا يتحركوا إلا بتعاطي جرعة من المخدر. وبطبيعة الحال المدمن بينشأ وبيتربى بشكل صحيح زيه زي باقي إخواته في مرحلة طفولته، وبيتكون عنده الأساس الأخلاقي والقيمي والاجتماعي والديني والأعراف الموروثة اللي بترفض كلها عملية تعاطي المخدرات والانغماس فيها. وعلشان يقوم المدمن بعملية التعاطي من غير ما يحس بالذنب نتيجة المعتقدات دي كلها، يبدأ المدمن بممارسة عملية خداع ذاتية. يبدأ بتبني أفكار مغلوطة، أشهرها إنه يبدأ يعيش شخصية الضحية، إنه ضحية الظروف أو ضحية الأب والأم أو ضحية الأزمات المادية، أو إنه تعرض لتجربة حب فاشلة مثلا أو خسر عمل نتيجة اضطهاد. كلها مبررات مش حقيقية، لأن كتير من الأشخاص العاديين بيتعرضوا لنفس الضغوط دي في حياتهم من غير ما يلجأوا للمخدرات أو المواد اللي بتغير الحالة المزاجية. ومن هنا بيظهر الضعف المرضي للمدمن وعدم قدرته على التعامل مع الضغوط. تاني حاجة إن من أشهر الدفاعات النفسية إلقاء اللوم على أصدقاء السوء. ولكن في الحقيقة هنلاقي ان اصدقاء السوء دول هو بنفسه اللي اختارهم. كلنا في مراحل حياتنا المختلفة قابلنا اصدقاء سوء، سواء في ايام المدرسة او من الجيران المحيطين بينا او في النادي او في العمل، ولكن لما بنكتشف سلوكهم غير السوي بنبعد عنهم فورا. لكن طبيعة المدمن ان شخصيته منقادة وغير توكيدية وعنده فضول وميل استكشافي كبير. ثالث حاجة ان من اشهر المبررات للتعاطي مشقة العمل او ضعف النشاط الجنسي والالتزامات الزوجية، اللي بتخلي البعض بيلجأ لتعاطي الترامادول تحديدا تحت مبرر العمل او زيادة النشاط الجنسي. لكن بالرجوع للتاريخ هنلاقي ان معظم الحالات دي كانت بتستخدم المخدرات حتى قبل ما يتجوز او يكون اسرة، وان استخدام مبرر العلاقة الزوجية هو مبرر فقط لتطور ادماني. اما بخصوص العمل فهو حجة ومبرر عكسي، لان استخدام المخدر بعد فترة بيقلل من كفاءة المدمن وقدرته على الأداء الفعال في عمله. رابع حاجة إن من أشهر الدفاعات اللي بيسوقها المدمن هو إنه بيشوف كل الشباب بيتعاطوا، وفي الحقيقة إن المدمن خلال نشاطه الإدماني بيتجنب النماذج الناجحة وبيبعد عن كل الأصدقاء الملتزمين، وبتنحصر علاقته بالمدمنين اللي زيه وكلهم في نفس دايرة الإنكار علشان يعزز فرضية إن كل الشباب بيتعاطوا مخدرات. ولكن يكفي نظرة سريعة على أصدقاء طفولته من الجيران أو العائلة مثلا، هيلاقي إن في نماذج عاقلة
سهلة وناجحة يمكن تكون أقل منه في القدرات، لكن سبقوه وتفوقوا عليه علميا وماديا وعمليا لأنهم مش مدمنين. خامسا، أشهر الدفاعات العقلية وأخطاء التفكير هتلاقي المدمن بيدعي قدرته على التحكم في التعاطي والجرعات اللي بياخدها، وإنه يقدر يبطل في أي وقت، وبيستدل بقدرته على التبطيل باستبداله للمخدر بمخدر تاني أضعف في بعض الأوقات، وخصوصا في السنوات الأولى لإدمانه. لكن مع تأخر حالته بتظهر عليه أعراض الانسحاب الجسدية والعقلية والنفسية اللي بتخليه ما يقدرش يوقف التعاطي إلا لعدد بسيط من الأيام، وبيظهر إن خداعه العقلي بإنه لو استخدم مخدر تاني أضعف غير صحيح، لأن جميع المخدرات بجميع أنواعها بغض النظر عن نوعيتها أو قوتها بتوصل المدمن لدرجة من النشوة وبتسبب نفس الإفرازات اللي بتحصل في المخ. سادسا، المبررات اللي بيسوقها المدمن وبتمثل أخطاء في التفكير إن المكان اللي بيعيش فيه هو السبب في إدمانه، لأنه بيتوفر فيه عدد كبير من المدمنين أو بيتوفر فيه المخدرات، أو عدم وجود الحياة من وجهة نظره في المكان ده. لكن مشكلة الإدمان في الحقيقة مشكلة داخلية. تغيير المكان أو الأشخاص مش هيخلي المدمن يبطل تعاطي، وما هي إلا ميكانيزمات لتغيير حقيقة إدمانه. ومن الخدع العقلية اللي بيمارسها المدمن إنه يقارن إدمانه بإدمان الأشخاص اللي حالتهم أسوأ من حالته واللي بيتعاطوا أنواع مخدرات أقوى، ظنا منه إن المقارنة دي هتخفف من وضعه أو تبعده عن دايرة الإدمان. لكن التفسير الصحيح إن الأشخاص الأسوأ منه مروا بنفس مرحلته الإدمانية قبل ما حالتهم تزداد سوء، وإنه لو قارن نفسه بأشخاص مش مدمنين هيكتشف مدى المأساة اللي بيعيش فيها. وعموما مقياس حدة الإدمان ملوش علاقة بحجم أو نوع المخدر المتعاطى، لكن بمدى استجابة المدمن للعلاج وطلبه هو نفسه للمساعدة. رفض المدمن للعلاج بيوضح مدى سوء حالته الإدمانية وتدهورها، ولما المدمن بيكتشف مدى المشكلة اللي هو بيمر بيها يبدأ يدي وعود بأنه هيبطل في يوم من الأيام كنوع من التهدئة لنفسه أو للناس اللي حواليه، لكنه للأسف في حاجة لمساعدة سريعة للخروج من المشكلة. من طرق التفكير الإدماني كمان هو رغبة المريض في التخلص من إدمانه بشكل سريع، لأنه بمجرد تعاطيه لجرعة المخدر بيحس بتأثيره بشكل فوري، وعشان كده بيظن أن الحلول السريعة هتكون فعالة، وبيبدأ المدمن بمحاولة التبطيل في البيت ويحاول يعالج نفسه ببعض الأدوية، رغم أن المشكلة أكبر بكتير من مجرد تنظيف الجسم من السموم، أو يحاول إقناع الأهل أنه بالسفر أو العمل أو الزواج هيكون أفضل، وكلها محاولات فشلت آلاف المرات. ولكن الأهل للأسف بيساعدوا المريض في إدمانه بأنهم ينكروا شدة إدمان ابنهم ويظنوا أنهم كده بيساعدوه بالتكتم وعدم علاجه، مع أنه بالفعل مريض. وإزاي المريض يقدر يلتزم بالعمل ويتخلى عن إدمانه؟ كأنك بتطلب من مريض السكر أنه يبطل تعاطي الأنسولين وأنه يتعامل مع مرضه. العلاج من مرض الإدمان مش دوائي، لكنه علاج تأهيلي، علاج جمعي ومعرفي وسلوكي. كل الأفكار دي بتزود من حدة مشكلة الإدمان.